النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض صينية القراميط بالفريك. حاجة كده تفتح النفس، وهتكوني أستاذة فيها من شكل وطعم وفريك مفلفل الواحدة بوحدته. شايفين الجمال والحلاوة؟ هنغرف كده مع بعض دلوقتي. هغرف الأول كده السمك في الطبق. بصوا ما شاء الله، شايفين حلقة القراميط يا وعدي خطيرة. طبعا احنا شفنا القرموط كان ما شاء الله قد ايه، فطبيعي الحلقة بتاعته تبقى دي. وادي كمان الفريك المفلفل الواحدة بوحدته جميل. هقول لكم الطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي زفارة، وهتكون وصفة معتمدة عندك في البيت. مبدئيا كده ادي السمك القراميط اللي غسلناه مع بعضينا، وادي التومة اللي هحيق بيها السمك، وهي عبارة هنا بقول لكم عن توم، قرن فلفل احمر او اخضر المتواجد عندك، وبحط حبة كمون حلوين وحبة فلفل اسمر، وكمان بحط يعني دوت مثلا حوالي راسين توم، حاطه عليهم حوالي 3 معالق كبار من الخل، وحاطه حوالي 7 ليمونات حلوين كبار كده، وبحط عليهم الملح حسب الرغبه. هحيق كده السمك معانا من الوش ومن الظهر. بصوا حبايبي، الحلقات السمك معانا قشطه والجلد بيزيق وزي الفل. هسيب لكم طريقه ذبح القراميط وتنظيفه، وازاي تخليه ابيض شمع كده وريحته زي الفل. هسيب لكم اللينك بتاع تنظيف القراميط في اول تعليق، وكمان هسيبه لكم في صندوق الوصف. انا تبلت هنا كده السمك. التوم يا حبايبي اللي بيتبقى دوت، انا عامله كميه توم اكبر من طبعا من السمك اللي انا هستعمله دلوقتي، بحطه في علبه او في كيس وبحطه في الفريزر، ما بيخسرش وبيوفر وقت معايا. نيجي بقى هنا لصينيه الفريك. معايا بصلتين حلوين كده متوسطين او بصلايه كبيره في صينيه على النار، ونزلتها بشويه زيت، حبه زيت مش كتيره، وكمان العين التانية مولعه عليها السمك بقليه. بصوا الجمال والحلاوه. انا هنا ما بحمرش السمك وانشفه قوي. البصله خدت معايا كده ايه يعني، ابتدت في الدبلان والصفار، ورحت نازله عليها بكيس صلصه متسبك من الفريزر. طبعا انت لو حاطه قوطه ضرباها انزلي على البصله بيها. وحطيت كمان كوبايه ميه، وهسيبهم بقى يغلوا مع بعض، وحطيت التوابل بتاعتي. وهنا انا غاسله الفريك، مبنقعش الفريك ولا حاجه، غسلاه ومصفياه من الميه. ولما التسبيكه خدت غلوتين كده رحت نازله بالفريك ومقلباه. وادي السمك هنا قليته هو كله. الفريك معايا بقلبه وما بسيبوش لما يتشرب الميه قوي يعني. بصوا كده، شايفين المنظر دوت؟ تمام. هبتدي بقى ان انا انزل بحلقات السمك بتاعتي. مفيش اسهل من كده وصفة لصينية القراميط بالفريك. هرص السمك بتاعي، وزي ما قلنا ما بحمروش قوي، انشفه قوي، بسيبه ياخد غلوتين. انا هنا احتاجت فنجان ميه بس، والميه تكون مغليه. وبعد ما تشرب خالص دخلته الفرن على الشوايه، شوايه فقط لا غير، خد لون. وادي صينيه القراميط بالفريك. مفيش اسهل ولا ابسط ولا احلى من كده. وغرفنا القراميط. اكله خطيره. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير.